مقتطفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصاي حتى يرفض على أهل اليمن. قال النووي رحمة الله عليه في الشرح: في هذا كرامة ظاهرة لأهل اليمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من عدن أبيض 12,000 ينصرون الله ورسوله هم خير ما بيني وبينهم. وفي حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وفي حديث عمرو بن عبسة لما قال عيينة بن حصن قال أنه النبي عليه السلام: أنا أعلم منك بالخيل. قال: وأنا أعلم بالرجال. قالوا: ماذا عندك؟ قال: خير الرجال رجال نجد. قال له النبي عليه السلام: كذبت، ولكن خير الرجال رجال اليمن. الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفضائل أهل اليمن ومناقبهم كثيرة لا تعد ولا تحصى كثرة. فعلينا يا عباد الله أن نحقق هذا الأمل وهذا الرجاء الذي كان يرجوه النبي عليه الصلاة والسلام في رجال اليمن أن ينصروا دين الله. إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي التنفيس. فإن أكثر الحروب وأكثر الغزوات وأكثر الفتوحات كانت على يد رجال من المسلمين، وأكثرهم أهل اليمن. فتحوا الأمصار وكسروا كسرى وقصروا قيصر. ولما جاء وفد بني تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني تميم اقبلوا البشرى. قالوا: بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. قال: يا بني تميم اقبلوا البشرى. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل أناس من أهل اليمن قال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. ما سألوا دنيا، قالوا: جئنا نتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. والحديث في الصحيحين عن عمران بن حسين فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء وفد اليمن الآخر قالوا: يا رسول الله ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. وفي مسند أحمد: يعلمنا كتاب الله والسنة. فقال: لأبعثن عليكم أمينا حق أمين. فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة. فبعثه إلى اليمن، وبعث خالدا وعليا إلى اليمن، وبعث أبا موسى ومعاذ إلى اليمن. بعث كبار الصحابة وعلماء الصحابة وفقهاء الصحابة إلى أهل اليمن يعلمونهم ويفقهونهم. وأسلم الناس بالسيف، وأسلم أهل اليمن بالكتاب، ما أسلموا بالقهر والذل، أسلموا طواعية. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهم غاية الفرح. هذه الفضائل والمناقب يا عباد الله ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ويفخر بها ولا يغتر، بل عليه أن يعمل بها ويرجح حكمته وعقله وإيمانه الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولا ينجر العبد خلف الأعداء أو يعطي ولاءه للأعداء. يعبثون في بلاد اليمن وفي بلاد العرب وفي أصل العروبة في هذه البلاد الطيبة الصالحة.